السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى عندي عزومة. رمضان كريم الأول علينا وعلى كل الحبايب وعلى كل المسلمين. النهارده بقى عندي عزومة، واللي جاي العزومة طالب ورقة البطاطس. بصوا، طول السنة أعمل ورقة اللحمة بالبطاطس، بس بتاعت رمضان بتبقى مختلفة. طب ليه يا هلا مختلفة؟ مختلفة لأنها بتبقى طالعة كده بتقول يلا يا صايم كل وادعي. بتبقى روعة روعة روعة، ديليشيس جدا. فانا قمت بدري كده بقى قطعت اللحمه زي ما انتم شايفين كده، وكمان زي ما انتم شايفين كده عملت ايه، قطعت البصل بالمبشره عشان يبقى صغنن كده ويبقى جوانح كده وحلو. وكمان عملت شويه حاجات كتير قوي قوي قوي. منها ايه بقى؟ منها ان انا بشرت الطماطم، وكمان حضرت مع اللحمه. شايفين الدش الحلو ده اللي من غيره ورقه اللحمه ما تبقاش حلوه خالص. وكمان جبت ورق اللورة، شايفين، وزر الورد، وكمان كام بلحايه كده طحنتهم. عايزه اقول لك ريحه الزيت بتاعهم حكايه. وكمان بابريكا وشطه وفلفل اسود، وحضرت كل ده. دلوقتي بقى هنبدا ونقول بسم الله ونبتدأ كده. انا مولعه الفرن بتاعي عشان الدنيا لما الفرن يبقى سخن الدنيا هتمشي معاكي تمام خالص. اول حاجه الدوش ده انا همسكه زي ما انتم شايفين كده، هقطعه. عايزه تبشريه بالمبشره ابشريه، بس للاسف لو بشرتيه بالمبشره بيروح خالص والطعم بتاعه ما بيبقاش باين، فبيبقى عباره عن ماده دهنيه سايله. فانا عايزاه يبقى يدي طعم كده للورقه بتاعه البطاطس بتاعتي. ممكن قوي تستبدلي وتعملي البطاطس بالخضار المشكل، بس انا عندي ولاد هنا بيعشقوا البطاطس جدا جدا جدا، فانا مش هعملها غير بالبطاطس كده. انا حضرت الدوش بتاعي قطعته تمام زي ما انتم شايفين كده اهو. يعني مهم قوي انت بتشتري اللحمه تخلي الراجل يقول له انا عايزه دوش عشان هعمل بيه ورقه بطاطس، وكمان تعرفين ان حته اللحمه اللي انت بتشتريها هتعملي بيها بطاطس. مبدئيا كده انا هبدا دلوقتي. ده معانا هنا بصل جوانح تمام. انا عامله حوالي 2 كيلو بصل لاني هعمل اكتر من 2 كيلو لحمه. وكمان فلفل اخضر، وهنا معايا شبت وخضره، معايا فلفل الوان. هفضي كل الكلام ده زي ما انتم شايفين كده اهو اهو. عايزه اقول لك ان البصل عطى بقى الريحه الحلوه بتاعته كده اهو كده. هبدا اعمل كده، شايفين اهو قطعت اللحمه. احنا قلبنا كل الخضار مع بعضه كده، لسه البطاطس بقى تمام. بس انا بحب قوي اللحمه تتشبع من البصل. هاجي بقى واخد زر الورد وورق اللوري والفلفل الاسود والبابريكا، واليومين دول في الثوم الاخضر كمان هنستعين بيه تمام. احط التوابل بتاعتي بالمنظر ده كده. عايزه اقول لك التوابل الزيت بتاعها طالع عشان لسه مطحونه طازه. احط كمان شويه بابريكا تمام، وكمان هحط شويه توم باودر. الورق اللي انا عملته توم باودر تمام. وكمان هحط شويه شطه حمراء للناس اللي بتحبها شبه سبايسي. يبقى احنا كده رضينا يعني نرضي جميع الاطراف تمام. انا حاطه في زر الورد فلفل اسود، لكن هحط شويه كمان من اللي لسه مطحونين دول. انا بعشق التوابل اللي بطحنها، ما بحبش ابدا اجيب توابل مطحونه من بره. فاضل بقى اللي هو البرنس بتاع الاكله، الملح طبعا اللي من غيره ابدا ما تعرفيش تاكلي. بصي بقى المنظر يشهي يعني. يلا بقى ايه، يلا بقى نحط البطاطس عشان نقفل الورق بتاع الزبده تمام اهو. هقلب بقى بالمنظر ده. بصي اكنك كده ايه بتعملي مبروم ولا حاجه. بس انا بحب كل الحاجات ديت تتشبع مع بعضها كده اهو. عايزه اقول لك الريحه شهيه جدا جدا جدا، وجوز الطيب كمان، بس انا مش بحط منها كتير عشان الصيام طبعا، فبحط حاجات بسيطه قوي قوي قوي. ايه رايك بقى؟ يلا بقى حطي رايك كده وانت شايفه التتبيله الحلوه دي. لا تقولي لي بقى الجزار بتاع العيله، ولا تقولي لي الفرن الفلاني. لا لا، الاكله الحلوه تطلع من مطبخك وبايدك انت. شايفه
الله ينور يا هاله، بجد شابولي الاكله الحلوه دي. دلوقتي بقى احضر البطاطس. يا كمان انا نسيت اقول لك على حاجه، نسيت اقول لك ان انا جايبه كده، بسم الله هقول لك دلوقتي الطماطم اللي هي زي الشيري الصغيره ديت، بحطها بحالها كده. عايزه اقول لك انها لما بتتعامل مع الاكله بتبقى رائعه جدا جدا جدا. وكمان هنحط معلقه صلصه بس ساعه ما نحط البطاطس وخلاص، وبنقفل الورق بتاعنا. دلوقتي بقى انا حطيت الورق الفويل وورق الكبده، شايفين، ورشه زيت حلوه كده. ادي صليت روعه والريحه كمان. دلوقتي هحطها في الفرن بالظبط، بتاخد ساعه وربع او ساعه ونص. بص حبايب، احنا من حلاوه الاكل يعني على طلعناه على الفطار على طول. اللحمه جوسي جدا والاكل كله متناسق مع بعضه، والريحه بقى حكايه. وزي ما شفتم انا طحنت معاكم التوابل، فالزيت بتاع التوابل بقى عشان فريش عمل انتاج رائع جدا جدا، والطريقه حكايه، مش زي بقى لا تقولي لي المطعم ولا الجزار. حاجه بقى طالعه ما شاء الله ما شاء الله بجد. وان شاء الله افطارا صوما مقبولا وافطارا شهيا. ولو كان الفيديو عجبك اوعي تنسيني باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد من قناه الهوانم. كل سنه وانتم طيبين.